هلا وهلا، شلونكم متابعيني؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. هنا سويت لكم الدولمة اللاجعة الطيبة الحامضة. صار هو من مسويتها وصار فترة ما منزلتها بالقناة، فقلت خل اشارككم يومي وغدانا البسيط. شوف شكلها وطعمها كلش طيب. هنا نبلش بسم الله. لبست الكفوف او القفازات او الكلابس، لها عدة مسميات. صح يعني من نرتاح بس نسوي يعني اكو طبخات لازم نلبس كفوف على مود يعني مس الريحة، او يعني اكو طبخة لازم نلبس. انا يعني طبيعتي من اغسل مواعين الهمانتي لازم البس، ما متعلمة، بس والله اذا مستعجلة لا عادي اغسلهن على السريع. هنا ابلش راح انظف السلق، اقطعه واحضره. القطع الكبيرة أقصها بالنص أو 4 أقسام، قسمين أو 4. وال يعني حجمها وسط، والصغيرة عادي. وهذا العضود أذبهم، أبقي بس كم واحد قليل أنظفه من فوق ومن جوا. ودا أنظف بيه، أشوف الذابلة الصفرة يعني خف شوي خربانة، بس ما شاء الله هو كلش زين. يعني صار لي 4 أيام بالثلاجة من سوقت وما صار لي مجال أسويها. فاليوم يلا بلشت اسوي، صار لي مجال. وبنتي خبصتني كلش مشتيته، فقلت لها والله صدق كلش مشتهينها. صار هو ما مسويها. صدقون بنات قبل شهر رمضان احنا مضايقيها، يعني سوتها مرة اختي خطية ودزت لنا، بس يعني واحد لو ما هو يسويها وكمية تكفي قدرية كبيرة. ومثل اني احب شغلات وما ما يحبوها مثل اختي. اي انا احب اسوي كلش حمضة، يعني مو كلش يعني عادي للحموضة، يعني مالي للحموضة. احب اخلي لها كمية من الشبنت هواية. احب اخلي لها الرز العنبر او البسمتي، ومرات اذا اضطريت الرز مال الحصة العادي، ماكو مشكلة. بس المهم يعني هالخطوات. مثلا احب اشوح اني هسه تشوفون شلون طريقتي. احب اشوح البصل قليل والثوم والمعجون والتوابل، يلا اضيفهم على الحشوة كلها، واخلي كمية من الزيت هواية. هاي طريقتي، احسها سر كلش طيبة. وفعلا انا يعني ماكو احد مذاقها لو ما قال لي طيبة. الحمد لله. بعد ما قطعت الخضار وحفرته، وهنا بلشت اقطع بالبصل، اقشره وافتحها من الوسط، واخليها اريد اخليها على النار ينسلق شوية واوخره، يصير بسهولة وهمتين يذوب. عندي أنا ما أحبه يعني يكون قاسي. هالخضار كليتها عندي كرفس وطماطم، وهاي بقايا الباذنجان والكوسة وثوم. خليتهم بمحضرة الطعام، قطعتهم بهذا الشكل. سويته كليته، ثرمته. أنا مرات قطعة بإيدي وأنا قاعدة على راحتي، واللحم شرح همينة، بس المرة اللحم مثروم مال غنم دهين جبته. والخضار والله سويته بمحضرة الطعام لأني ما عندي وقت، كلش ما عندي وقت. أنا بلشت بالليل، بعدين كنت قاعدة على فراغي. أنا دائما أحضرها بالليل، الثاني يوم غدا. والله صارت عندي شغلة، اضطريت ما أني ما لفيتها، بس حضرت المكونات نطيتهم النسوان حماية، قلت لهم عافية أنتم كملوها، لفوا لي إياها. هنا بعد ما خليت الخضار كليته والرز والصلصة، هاي الصلصة بنات شوحت المعجون وبهارات الدولمة وكميات يعني من التوابل والثوم. قلت لكم كمية من الزيت، وضفت فوق الحشوة. وهنا حضرت بقاع الجدر، عوادين السلق
عظام، بالعفو لحم همينة، وشوي هيك ضلوع. وهاي المكونات كلها مالتي، هاي الحشوة وهاي بقية المواد. هنايا جبتهن النسوان حماي، قلتهن عافية، اضطريت اني اروح، ما قدرت يعني الفها، صارت عندي شغلة. هنا البنات نسوان حماي بقني يلفن بيها. شكل الحشوة حلو وطعمها كلش طيب. خليت لها أنا كمية من الشبنت، كان عندي شبنت مفرزته، يعني والله ما عندي فريش، يعني ما صار لي هو من جايبته. أنا أجيب كمية وأفرز، هو والكرفس ثم ناعم أقطعه، حتى قشور البرتقال. أنا خطي بقاني يلفن، وقلت لهن صوري لي وأنا راح أروح. هنا غير القدرية قالن كلش صغيرة، ما قدرنا، يعني ما شاء الله هواي الكمية. أنا كنت أسوي بس سلق، بعدين دخلنا الخضار بحياتنا، قمنا نحب الخضار كليته. هنا ثاني يوم الصبح أني بلشت أطبخها. هنا خليتها على النار، قامت تلشع، يعني لشعت أكثر من نصف ساعة، قام يعني طلع صوتها بدأ تنحمس. ضفت كمية من المعجون، بعد ما خليت المعجون ولا نصف ساعة أو أكثر، خليتها تتهدر على راحتها أكثر من ساعتين، وبعدين صبيتها. وهذا كان شكلها وطعمها وريحتها كلش كلش طيبين. سهمنا وسهمكم العافية، يعني كنا صدق مشتهينها. صار اللي قلت لكم قبل شهر رمضان ما ماكلينها. أنا الدولمة والكبة ما أسويهم يعني متكررات، مرة بالشهر أو كل 20 يوم، وهم حسب طلب الأولاد وزوجي. بس التمن والمرقة يوميا. أكثر شي يدخل بحياتنا الدجاج. كان هذا الفيديو لليوم مالتي، إن شاء الله يعجبكم. لا تنسون اللايك وتعليق حلو، ومع ألف سلامة.